هو ايه اللي عملته المغرب في بلجيكا ده؟ منتخب المغرب في ربع ساعه كسب بلجيكا في كاس العالم، والجماهير المغربيه اللي قاعده في بلجيكا نزلوا يحتفلوا بالفوز ده في الشوارع، لكن حصل شد وجذب واشتباكات كبيره جدا بينها وبين الشرطه البلجيكيه. يعتبر جول عبد الحميد في الدقيقه 73 واللي سجله من ركله حره هو اول هدف بالطريقه دي في كاس العالم مونديال قطر. ده غير ان المنتخبات العربيه سجلوا هدف واحد بس بالطريقه دي في تاريخ كاس العالم باسم تونس 2002، وبالصدفه وبالتخصص كان في بلجيكا برضه. المهم منتخب المغرب وصل للهدف رقم 16 تاريخيا في كاس العالم، وهو اكبر اهداف لمنتخب عربي في كاس العالم. وتعتبر هزيمه بلجيكا في دور المجموعات الهزيمه الاولى ليها من ايام مونديال 94 اللي وقتها كانت خسرت من السعوديه. فوز المغرب برضه على بلجيكا هو الفوز الثالث للمغرب في تاريخ كاس العالم، الاول ضد البرتغال 86 والثاني اسكتلندا 98، والمغرب كمان كسرت عقده المباراه الثانيه في دور المجموعات. وبكده كمان منتخب بلجيكا خسر على يد منتخب افريقي لاول مره في التاريخ بعد ما كان كسب 3 مرات. سؤال بقى، كنتوا متوقعين هزيمه بلجيكا ولا لا؟ وايه رايكم في منتخب المغرب؟ بس كده، سلام.